بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مهلبية برتقان بالجزر. معانا كيلو جزر غاسلينهم وقشرينهم بالشكل ده. معانا كيسين فروت برتقان نقطعه حلقات رقيقة عشان ما ياخدش وقت معانا في السوا، ونسلقه في 2 لتر مية ونسيبه بعد ما يتسلق ما يهدى خالص. نبتدي ناخد نص الكمية نحطها في شفشق الخلاط بالشكل ده. نحط نص الكمية ونحط معاها كيس فروتي برتقان، كوباية سكر، ونحطها في شفشق الخلاط، نضربهم ونفضيهم في الحلة، نرجعهم الحلة تاني، ونبتدي نحط بقية الكمية في شفشق الخلاط بكمية الجزر، ومعاها الكيس التاني من فروت البرتقان ونص كوباية سكر. الكمية الأولانية حطينا عليها كوباية سكر، الشفشق التاني نحط عليه نص كوباية سكر، يبقى الكمية كلها أخدت مننا كوباية ونص سكر من كوباية العصير. وهنضرب الكمية التانية وننزل على الكمية الأولى بيها، ونبتدي نقلبهم، نبتدي نرفعهم على النار، ونجيب كوباية العصير اللي احنا حطينا بيها السكر، نحط نصها مية وحوالي 6 معالق كبار مليانين هرميين من النشا، نقلبهم في نص كوباية المية وننزل على البرتقان بيهم ونقلبهم، نفضل نقلبهم لحد ما خليط الجزر بالبرتقان يلف معانا بالمنظر ده. نسيبها لما تهدى ونبتدي نصبها في اطباق ونزينها بالطريقة اللي احنا عايزينها. حابين مكسرات، جوز هند، زبيب، حابين تسيبوها سادة. كان عندي جوز هند حبيت ازينها بجوز الهند بالشكل ده وطعمها جميل. الفكرة دي طبعا فكرتي، جزر بالبرتقال الفروتي، طعمها يعجبكم جدا، جربوها وبألف هنا.